أثناء الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا بتحرك جيوشها وسفنها وغواصاتها تحت ستار واحد وهو شفرة إنما، آلة معقدة كل يوم بتغير رموزها وكل رسالة مشفرة بملايين الاحتمالات. الألمان كانوا واثقين إن محدش يقدر يفكها، والحلفاء كانوا بيموتوا كل يوم لأنهم مش شايفين العدو جاي منين. لكن في مكان هادي في الريف الإنجليزي كان في شاب غريب الأطوار، عبقري الرياضيات قليل الكلام اسمه ألان تورينج. الراجل ده من غير ما يلبس لا خوذة ولا يشيل سلاح غير مجرى الحرب بالكامل، بنى آلة إلكترونية قدرت تحلل ملايين الاحتمالات بشكل دقيق، ومن خلالها قدر يفك شفرة الألمان. فكل ما النازيين يبعتوا أوامر بضرب سفن أمريكية بالإحداثيات بالظبط، بريطانيا كانت بتبقى عارفة هي هتضرب إيه وتروح تقول لأمريكا والله النهارده هيضربوا لك السفن الفلانية في الحتة دي، خدي بالك، من غير ما تقول لها إنها قدرت تفك الشفرة، عشان الألمان كان عندهم جواسيس بالفعل في كل دول الحلفاء. فلو جازفت بريطانيا وقالت أمريكا إنها قدرت تفك الشفرة كده هي بتغامر بكل حقيقته. فكانت كل ما أمريكا تسألها أنت عرفتي الأخبار دي منين ولا عرفتي الإحداثيات اللي هتضرب دي إزاي، كانت تقول لها انا عندي والله جواسيس، احداثياتنا بنتوقعها وهكذا، من غير ما تقول لها ان الشفره اتفكت. لحد ما امريكا اتاكدت ان الحرب خلاص قربت توصل لها، وان موضوع الحرب فرض عليها غصب عنها. وانا عايزك تفكر فيها بالراحه، ألان تورينج مش بس فك الشفره، دي اول مره في التاريخ يستخدم فيها العقل الحسابي كبديل للرصاصه. واللي عمله تورينج مش مختلف قوي عن اللي بيعمله هاكر النهارده، بس بدل آلة انما بقى فيه الانترنت، وبدل الغواصات بقى فيه هجمات الكترونيه بتشيل المدن كامله. وده هيكون مدخلنا لحرب جديده ما فيهاش لا جنود ولا دبابات ولا غواصات، ده فيها هاكرز بيغيروا العالم وهم ورا الشاشات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عامل ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاك احمد، هقول لك اللي اعرفه. بنقدم لك هنا محتوى عن احداث، شركات، اقتصاد، هيكله العالم اللي احنا عايشين فيه حاليا. فلو انت مهتم بالمحتوى ده ارجو انك تشترك معايا في القناه وتعمل لايك، ولا نبدا حلقه النهارده. زمان كنت بتخبي فلوسك تحت مرتبه، تحت طابلوه العربيه. السر زمان كان حاجه ملموسه، صندوق، شنطه، باب وقفل ليه مفتاح. بس دلوقتي فلوسك مش في جيبك، ده في تطبيق، صورك مش في الدرج، ده على سحابه، اسرارك مش في دماغك، ده على خوادم. من الاخر امنك ما بقاش يبدا من حديد، ده بيبدا بباسورد. واخطر حاجه ممكن تحصل لك مش ان بيتك يتسرق، لكن ان ايميلك هو اللي يتسرق. ومع التطور ده حصل تغيير تاني، اللي زمان كان بيكسر القفل عشان يسرق المحتويات بقى بيكسر كود عشان يسيطر على اللي جوه الايميل. اللي اقصد اقوله ان فكره الامان بقت مقلوبه، بدل ما تحط باب بقت بتحط فاير وول، بدل ما تقفل بقفل بقت بتشفر بار اس اي. وده كله بدا لما الانترنت بقى الخزنه الجديده، والبيانات بقت اهم من الذهب بمراحل. ففي اوائل الستينات كان في مبنى صغير في جامعه MIT الامريكيه يدعى مبنى 26. جوه المبنى ده بقى كان في ناس مش زي بقيه العالم، لا بيهتموا بالكوره ولا الحفلات ولا لبس الموضه، عايشين جوه اجهزه بحجم الدولاب بتعمل صوت طنين غريب وبتاخد نص ساعه عشان تحسب معادله. وواحد من الاجهزه دي كان اسمه BDB1، والطلبه دول كانوا بيتسابقوا مين يلعب على المكنه دي اكتر، مين يخليها تعمل حاجات المفروض ما تعملهاش، يطور فيها، يبرمج العاب، يدخل اوامر ممنوعه، مش عشان يبوظها لكن عشان يثبت انه اذكى من اللي صممها. ومن هنا بدات كلمه الهاكر، اللي ساعتها ما كانتش تعني المجرم او تعني حاجه وحشه، ده كان اللي يلاقي طريقه غير تقليديه توصل لحل مناسب لمشكله ما، او اللي يغير النظام من جواه مش يخربه. كان يطلق عليه اللقب ده كان وسام وقتها. يعني بيعملوا مسابقات مين يقدر يخلي الجهاز يرسم على الشاشه، مين يقدر يدخل على ملف محمي، مين يقدر يزوغ من رقابه المشرفين. كلها كانت العاب عقل لكنها كانت بتبني اسلوب حياه جديد. الهاكر الحقيقي ما كانش بيسرق، ده كان بيبدع، بيعدل، بيفكر بطريقه مختلفه. عشان في سنه 1983 واثناء ما الحرب البارده كانت شغاله والتوتر مع الاتحاد السوفيتي كان في اعلى درجاته، والعالم كله مرعوب من لحظه غلط تطلق فيها صواريخ نوويه من واحد من الطرفين تدمر الكوكب اللي فيه. وفي وسط كل ده ينزل فيلم باسم وور جيمز، بطوله شاب صغير بيقضي وقته على الكمبيوتر، مش بيلعب لكن بيحاول يتسلل لانظمه شركات العاب عشان يعرف الجيمز اللي هتنزل. لكن فجاه يخترق نظام غريب، نظام مش بتاع العاب، ده نظام عسكري تابع للبنتاجون، ويدخل على برنامج اسمه WOPR، برنامج بيحاكي رد الفعل النووي الامريكي لو حصل اي هجوم سوفيتي محتمل. والشاب من غير ما يفهم يبدا يلعب جيم اسمها جلوبال ثيرمونيوكلير وور. والمصيبه النظام ما فهمهاش لعبه، ده فهمها هجوم نووي حقيقي. والفيلم ده كان مهم جدا لانه كان اول مره الناس تشوف فيها سيناريو مرعب للي ممكن يحصل. فلو حد هاكر فعلا قدر يدخل على الشبكه العسكريه، طب عن طريق الغلط هجوم الكتروني تسبب في حرب نوويه، ايه هتكون العواقب؟ ودي كانت اول مره الحكومه الامريكيه تاخد فيها الامور بجديه. لذلك الحكومه الامريكيه بعد الفيلم مباشره استدعت خبراء تكنولوجيا، واتولد مفهوم جديد اسمه كمبيوتر سيكيورتي، بمعنى حمايه الشبكات من الاختراق. وكان اول انذار رسمي للعالم كله، الهاكر مش مجرد مراهق بيفك لعبه، ده ممكن يكون خطر وجودي على الدوله بالكامل. وفي اللحظه دي بدات امريكا والعالم يفكروا في فكره الهجوم السيبراني
الالكتروني لاول مره عن طريق عقل واحد في اوضه بيقول للجهاز افتح النظام ده وشوف ايه اللي ممكن يحصل. عشان في التسعينات ولد عنده 16 سنه اسمه كيفن ميتنيك ساكن في شقه صغيره في كاليفورنيا، لا فيها اجهزه متطوره ولا ادوات خرافيه، عنده حاجه واحده بس وهي القدره على الاقناع. كيفن ميتنيك ما بدأش هاكر زي الباقيين، ما قعدش يبرمج ولا يكسر انظمه حمايه معقده، هو فهم نقطه ضعف تانية خالص وهي العنصر البشري. قال لك كل نظام مهما كان قوي في اخره فيه موظف، وكل موظف ممكن يتلخبط، يثق في حد، يرد على مكالمه، يضغط على رابط مبعوت له بالغلط، وهو اشتغل الحته دي. فكان هو اول من استخدم الهندسه الاجتماعيه كاداه اختراق رئيسيه، ودي ما كانتش لغه برمجه ولا حاجه، وده فن يخلي اللي قدامك يديك الباسورد بايده وهو فاكرك موظف زميل او حتى المدير بنفسه. فكان بيتصل بشركات تكنولوجيه كبيره، قالوا السلام عليكم انا من الدعم الفني، حصل خلل في النظام ومحتاج اليوزر والباسورد بتاعك، والطرف الثاني يصدق ويديله الباسورد بايده. ميتنيك يدخل على الانظمه كانه موظف رسمي، ينقل بيانات، يسحب اكواد سريه ويتجسس على المكالمات، وبكده مفيش اي هجوم الكتروني واضح، مفيش اثر تقني اصلا على مين اللي دخل ولا خرج، ما انت مديني الباسورد بايدك. وده ما كانش اختراق للانظمه، ده كان اختراق للعقول بحد ذاتها. وبالطريقه دي قدر يخترق واحده من اكبر شركات الكمبيوتر وقتها، ديجيتال ايكويبمنت كوربوريشن، سحب منها نظام تشغيل بالكامل وعدل عليه كانه صاحب الشركه. ولما الاف بي اي بدا يلاحقه اكتشفوا ان الراجل اللي بيلاحقوه ده مش سهل، ده بيغير هويته وعايش في شقه صغيره بيتحرك من ولايه للتانيه، بيخترق انظمه الشرطه نفسها من اجهزه المحمول العموميه، لدرجه انه كان بيقدر يتجسس على مكالمات ضباط بيحققوا معاه، يعني كان سامع خطواتهم وهم بيجهزوا عشان يقبضوا عليه. عشان في سنه 1995 بعد مطارده استمرت لسنتين الاف بي اي قدر يقبض عليه، وقالوا لك جمله غريبه جدا، الراجل ده ممكن يعمل هجوم نووي من خلال تليفون عمومي، عشان يتحكم عليه بالسجن لمده 5 سنين ويتمنع من استخدام الانترنت والتليفون حتى بعد خروجه. هتقول لي ماشي يا عم، ده الحاجات دي كلها في امريكا، شباب بيلعب مع الحكومه والحكومه بتلعب مع الشباب وعادي، تمام، الامور دي ممكن تحصل في بلد متقدمه، لكن كل حاجه هتتاخد بجديه بدايه من سنه 2010 تحديدا في مدينه نطنز في ايران، لما لاحظوا الامريكان ان ايران بتسرع في تخصيب اليورانيوم وبتقرب بسرعه من خطوه تصنيع القنبله النوويه، فالعالم بدا يقلق والغرب مش قادرين يتدخلوا عسكريا بشكل مباشر في ايران، عشان فجاه حاجه غريبه تحصل، مئات من اجهزه الطرد المركزي الايرانيه، آلات دقيقة جدا بتدور بسرعات مهولة، بدأت تتصرف بجنون، تسخن زيادة، تلف بسرعة خطيرة، تتحطم. والأغرب إن الشاشات المراقبة كانت بتقول لك إيه؟ كله تمام، مفيش صاروخ اتضرب، مفيش طيارة دخلت المجال الجوي، بس البرنامج بدأ ينهار. واللي حصل إن فيروس غامض اسمه ستاكس نت انتشر في شبكات إيران بشكل غريب، وده كان واحد من أعقد البرمجيات التخريبية في التاريخ، مصمم بدقة عشان يضرب نوع معين جدا من الأجهزة اللي بتتحكم في أجهزة الطرد المركزي النووي. ستاكس نت يدخل على الجهاز، يتسلل في نظام التحكم ويبدا يبعت اوامر بتزود سرعه الدوران من غير ما يظهر اي خطا على الشاشه. باختصار بيضرب الجهاز فعليا ويخدع المراقب اللي بيراقب الجهاز. والاعقد ان ما كانش فيه دليل رسمي على مين اللي ورا الفيروس، لكن التحقيقات والتحليلات رجحت انه من تصميم مشترك بين الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل بهدف تاخير المشروع النووي من غير ما تحصل حرب. وبالفعل ايران اعترفت بعد شهور ان في هجوم غريب ادى لاتلاف اكتر من 1000 جهاز طرد مركزي من غير طلقه واحده، وده رقم ضخم وصدمه نوويه من غير انفجار. وفي ديسمبر 2014 في مكاتب سوني بيكتشر الموظفين بيفتحوا اجهزتهم الصبح يلاقوا رساله سوداء على الشاشه: This is just the beginning, we have already warned you. الاجهزه مقفوله والسيرفرات مدمره، الملفات مش موجوده والافلام اتسرقت. وده لانهم كانوا بينتجوا فيلم اسمه ذا انترفيو بيتريقوا فيه على رئيس كوريا الشماليه كيم جونج اون، بيحكي لك عن محاوله اغتياله، وكوريا الشماليه اعتبرت ده اهانه للرئيس، عشان مجموعه من الهاكرز اسمهم جارديانز اوف ذا بيس يعلنوا مسؤوليتهم ويقولوا لك لو الفيلم اتعرض هيفجروا دور السينما. سرقوا سيناريوهات الفيلم، بيانات ماليه للعاملين، ايميلات سريه بين المدراء، وحطوا كلام مسيء على نجوم كبار زي انجلينا جولي. والنتيجه ان سوني سحبت الفيلم مؤقتا، وحصلت خسائر ضخمه وضغط دولي، وامريكا قالت ان رسميا كوريا الشماليه هي اللي ورا الهجوم. طب ما طبيعي يعني، هي دي محتاجه رسميا وكلام، ما معروفه يعني ان كوريا الشماليه هتتريق على رئيسها هتجيبكم الارض. ففيلم بيتريق دخل الشركه في ازمه وهدد امن الدوله كله، وورى العالم ان السينما ممكن تكون ساحه قتال يا باشا. وفي 2016 امريكا منقسمه في الانتخابات بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، الاعلام بيغلي والشوارع مشتعله، والناس والعالم كله شايفين ان الانتخابات دي مصريه، لكن في الظل معركه تانية كانت شغاله، معركه ما فيهاش لا صناديق ولا انتخابات، فيها سيرفرات بتشتغل. واللي حصل ان وكاله الاستخبارات الامريكيه CIA قالت بصراحه ان روسيا تدخلت في الانتخابات الامريكيه من خلال مجموعه هاكرز اسمهم فانسي بير تابعه للمخابرات العسكريه الروسيه الGRU، اخترقت الايميلات الخاصه بالحزب الديمقراطي وسربت الاف الرسائل عن حمله
قيادة هيلاري كلينتون، ونشروا المعلومات على دفعات في توقيتات محسومة عشان تضر بصورتها قدام الشعب الامريكي. والنتيجة كانت اضطرابات سياسية ونجاح ترامب في الانتخابات، والجدل انفجر على هيلاري كلينتون عشان بعدها مجلس الشيوخ الامريكي يبدا يحقق في الموضوع. وفي 2018 يتم توجيه اتهامات رسميه ل 12 عميل روسي بالاسم. وفي فبراير من نفس السنه في 2016 بعد منتصف الليل العالم كله نايم، لكن في سيرفر هادي كده شغال بيبعت اوامر حوالات ماليه دوليه، 35 طلب تحويل باجمالي $1 مليار. واللي حصل ان بنك من بنجلاديش المركزي عنده حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، وده الحساب اللي بيستخدمه لتحويل الفلوس العالميه. الهاكرز اخترقوا شبكه البنك البنجلاديشي وزرعوا برنامج خبيث اسمه مالوير راقب كل نشاطات التحويل، واستنوا اللحظه المناسبه وفي يوم عطله بعتوا طلبات تحويل بقيمه $1 مليار لحسابات في الفلبين وسريلانكا. قدروا ياخدوا منهم $81 مليون فعليا ودخلوهم كازينوهات الفلبين وغسلوهم هناك. وتم اكتشافهم لما واحد من الهاكر كتب كلمه فاونديشن غلط في واحده من التحويلات، كتبها فانديشن، فشكه مطبعيه خلت الطلب يتشك فيه ويتوقف. ومن هنا اكتشفت الكارثه وراحت اصابع الاتهام مباشره لمجموعه لازارياس التابعه للمخابرات الكوريه الشماليه. شايف بقى يا اسطى كل المجموعات اللي انا قلتها لك دي بقى ليها مكان محدد بيتجمعوا فيه كل سنه، مكان لو رحتوا هتلاقي فيه هاكر العالم كله، ومش شرط على فكره كلهم، يعني هتلاقي فيه ابرع العقول هناك. والحاجه الاغرب ان هتلاقي الناس المفروض يقبضوا عليهم سواء بقى ضباط المخابرات او ضباط الشرطه رايحين هناك عشان يتعلموا من التوك اللي هتحصل. في حر الصيف في لاس فيجاس الناس بتروح تلعب قمار وتشرب كوكتيلات، لكن وسط الضجه دي بيكون في تجمع تاني، شباب بشعر اخضر، ناس لابسه سلاسل USB، ناس غريبه، وكل واحد فيهم ممكن يخترق طياره، عربيه، بلد بالكامل لو عايز. اسم المؤتمر ديفكون، اكبر واخطر تجمع للهاكرز في العالم. بدا سنه 1993 كمؤتمر بسيط نظمه واحد اسمه جيف موس الشهير بدارك تانجن، كان مجرد حفله وداع لصديق في الاستخبارات، لكن الدعوه انتشرت وحضر عشرات الهاكرز، ومن ساعتها بقى تقليد سنوي، مسابقات وتحديات، هاكرز بيتقسموا فرق ويحاولوا يخترقوا سيرفرات ويحموا بتوعهم زي لعبه شطرنج رقميه لكن ضد محترفين. وقرى الاختراق فيليجز، اماكن متخصصه داخل المؤتمر زي كار هاكينج فيليج يخترقوا فيها عربيات تسلا، وفوتنج فيليج يفتحوا صناديق الاقتراع ويوروا قد ايه سهل التزوير، ويزرعوا شرايح في جسمهم، يخترقوا غسالات، ثلاجات، لمبات، اي حاجه ذكيه قابله للاختراق بيخترقوها. وفي هناك بقى توكس ومحاضرات، ناس بيشرحوا ازاي اكتشفوا ثغرات في الاجهزه الحكوميه، طيارات، اجهزه طبيه، وحتى الاقمار الصناعيه نفسها. كل سنه بيكون في كارت ددخول الكتروني ممكن تبرمجه وتهكر بيه اي حاجه حواليك. طب ماشي، دول هاكرز مع بعضهم، شله فاسده مع بعضهم، المخابرات بتيجي تعمل ايه؟ هقول لك ان المخابرات سواء CIA FBI NSI كل دول بيروحوا يتجسسوا او يجندوا هاكرز، اللي ما يعرفوش يعملوه بيروحوا يستعينوا بناس من المكان ده يعملوه. فلك ان تعلم ان في مره FBI علقت منشورات جوه ديفكون بتعرض وظائف للناس اللي جوه، اللي هو انا عجزت ان انا اقوم بالحته دي، لو تقدر تعملها تعالى قول لي وانا اوظفك. يعني اللي هو بص، يعني مش عارف، يعني من حرامي لظابط، شفت النقله؟ لكن في نفس الوقت بعضهم اتفضح واتحط في قائمه التراكنج. يا اخي ده في احد التوكس هعرضها لك هنا، واحد كان بيوري الناس يعني ازاي ممكن يخترقوا نظام الرادار اللي هو السرعه بتاع العربيات ده، مثلا تخليك مثلا ماشي بسرعه 180 ويظهر على الرادار 170 او اقل كمان، ده ما ظهرش خالص. فالهاكر نفسهم اللي اقصد اقوله بيخافوا من بعض، لذلك الناس بتروح ببطاقات وهميه من غير تليفون ولا GPS عشان خايفين يتراقبوا من بعض. ففي واحد اخترق ماكينات التصويت الامريكيه في اقل من 90 دقيقه، وتم اختراق طياره درون من الجو، وهاكرز اطفال عندهم 11 سنه اخترقوا مواقع حكوميه. والاخطر بقى من كل ده ان في هاكر اسمه بارنابي جاك ورى الناس ازاي يطلعوا فلوس من ATM من غير كارت، اللي هو بقى ايه، خد بالك من نفسك عشان اشقلبك هنا. من الاخر ديفكون مكان خطير ومفيد، خطير لو تسربت الادوات اللي بيتكلموا عنها لحد، مفيد جدا لانه بيركز على التوعيه والاختبار، لانه بيكشف الثغرات قبل ما اي حد تاني يكتشفها. لذلك تلاقي بعض الشركات الكبيره بتستنى اللي بيحصل في ديفكون عشان تصلح مشاكلها، ومش بعيد انها توظف ناس كمان من هناك. We are anonymous, we are legion, we don't forgive, we don't forget, expect us. والرسالة دي مش موجهة لحد معين، لكن لأي ظالم، حاكم، شركة، منظمة هتلعب بديلك هتكون انت هدفهم الجاي. والانونيموس لا هم منظمة ولا هاكرز ولا مجموعة منظمة حتى، دول مجموعة لا مركزية نشطاء يطلق عليهم المحتجين الالكترونيين، واي حد يقدر يبقى انونيموس لو اتبنى نفس المبادئ، ملهمش لا قائد ولا تسجيل ولا مكان يتجمعوا فيه، في شوية اهداف اتبعتهم بقيت منهم، وهي العدالة والحرية والانتقام من القمع. والبداية كانت من منتدى اسمه 4chan في بداية الالفينات، كانوا بيعملوا شوية شغب وانترنت ترولز، لكن مع الوقت تحولوا من ترفيه لسلاح سياسي. وابرز عمليات الاختراق كانت عملية تشان لوجو ضد كنيسة السيانت
ساينتولوجيا اللي هي كانت في 2008. انا هظهرها لك هنا عشان الاسم بصراحه صعب. الكنيسه دي بقى حاولت تمسح فيديو لتوم كروز من على الانترنت. مش عارف والله توم كروز وقتها كان بيعمل حاجه ضدهم، كان بيقول حاجه ضد الكنيسه. المهم ان الانونيموس اعتبروه قمع وشنوا هجوم شامل على الكنيسه، ارسلوا فاكسات سوداء، مظاهرات في الشوارع بلبس قناع، واول مره الناس تشوفهم كقوه حقيقيه مش مجرد ميمز. ولما فيزا وبيبال وامازون وقفوا الدعم عن ويكليكس، الانونيموس هاجموا موقعهم وهبطوه الايام. وفي 2011 اثناء ثورات الربيع العربي هاجموا مواقع الحكومه التونسيه وقت الثوره، ونشروا ادوات لكسر الحجب للشباب التونسي. ونفس الموضوع ده عملوه مع النظام المصري اثناء قطع الانترنت. اي ثوره في العالم بيساندوها من خلف الشاشات. وخلال هجوم داعش في فرنسا 2015 بعد هجوم باريس، الانونيموس اعلنوا حرب الكترونيه ضد داعش، اسقطوا الاف الحسابات على تويتر، ونشروا قوائم بمواقع وحسابات مرتبطه بالتنظيم، واخذوا القناع الشهير من فيلم في ار فينديتا كرمز للتمرد ضد القمع والانظمه الفاسده. يعني عددهم كبير، مالهمش قائد، مفيش مركز، ولو مسكت واحد في 1000 غيره. ماشي، بس يعني كده بعد كل اللي قلناه ده هل هم ابطال ولا مجرمين؟ هقول لك ان ده سؤال ملوش اجابه واضحه. ناس بتعتبرهم روبن هود الرقمي، وناس تانية شايفينهم فوضويين بيهددوا النظام والاستقرار. الهاكر يا صديقي مش مجرد شخص ورا الشاشه، ده انعكاس لنظام. لو النظام نظيف ممكن يبقى بطل، ولو النظام فاسد هيبقى كابوس. فالسؤال مش مين بيخترق مين، السؤال الحقيقي هو هل عندك حاجه تستحق حمايتها قبل ما يتكلم الظل، ولا كل حاجه عندك مفتوحه للبحري؟ وبس يا صديقي، ده كان كل اللي معانا في حلقه النهارده. ارجو انك تكونوا استمتعتوا واستفدت. كان معاك احمد، سلام.